كان يا ما كان، والصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جلس مازن على الشاطئ يحمل صنارة صغيرة، وبجانبه أخوه محمد يرمي الخبز في البحر ليجمع الأسماك. كانت الشمس مشرقة والأمواج هادئة كأنها تدعوهم للعب. فجأة تحركت صنارة مازن بقوة، شدها بكل طاقته، لكنها سحبته هو ومحمد إلى البحر. صرخ مازن: محمد، بنغرق! لكن بعد لحظات فتح عينيه بدهشة، كان يتنافس تحت الماء. نظر لمحمد فوجده يتنافس هو الآخر. ضحك محمد وقال: سبحان الله، إحنا عايشين. وبينما يسبحان وسط الأسماك سمع أصوات ضحكات قريبة. اقتربا من الشعب المرجانية، فوجد 3 بنات يسبحن ويلوحن بأيديهن. اقتربت واحدة منهن وقالت بابتسامة: أهلا. قال مازن بدهشة: أنتم مين؟ قالت الأولى: أنا هنا. وقالت الثانية: وأنا جنى. وأضافت الثالثة: وأنا رغد. سأل محمد باستغراب: بتعملوا إيه هنا؟ قالت جنى: كنا بنصطاد زينا زيكم. وأضافت رغد: لكن فجأة حاجة شدت سنارتنا وسحبتنا تحت. ابتسمت هنا وقالت: ولقينا نفسنا بنتنفس عادي زيكم. ضحك مازن وقال: شكله قدر جمعنا هنا. رد محمد: خلاص بقينا أصحاب نكمل المغامرة سوا. سبحوا جميعا وسط الأسماك المضيئة، وبين الصخور وجدوا صندوقا ضخما مقفولا. اقتربوا منه وحاولوا فتحه فلم يستطيعوا. وفجأة ظهر عليه كلام مضيء. قرأ محمد بصوت عال: أنتم أطفال طيبون تحبون الخير وتسمعون كلام والديكم، لهذا سأفتح لكم أبواب المغامرة. انفتح الصندوق وخرج منه نور قوي، امتلأ المكان بلمعان ساحر. قالت رغد: شكل باب لعالم جديد. ابتسمت هنا وقالت: يلا ندخل مع بعض. دخلوا جميعا إلى داخل الصندوق، ووجدوا لوحة مكتوبا عليها: هذه مغامرة من 5 مراحل، كل مرحلة جنة من الجنان، ومن يجتازها يصل إلى قصر النور. المرحلة الأولى: حديقة الفراشات العملاقة. فتحوا الباب الأول فوجدوا أنفسهم في حديقة مليئة بالفراشات الضخمة، أجنحتها ملونة تلمع كالزجاج، والأزهار تغني بأصوات رقيقة. رقصت رغد وسط الفراشات، وجرى مازن يضحك وهو يحاول الإمساك بواحدة، بينما جلست جنى تلتقط الزهور المضيئة. وكانت هنا تقول: ده أجمل مكان شفته في حياتي. المرحلة الثانية: مدينة الحلوى. انتقلوا جميعا إلى مدينة ضخمة، البيوت من الشوكولاتة والشوارع من البسكويت والأنهار مليئة بعصير الفراولة. صرخت هنا: مستحيل، كل ده أكل. أخذ محمد قطعة شوكولاتة من الجدار وقال: أيوة. وألقى مازن بنفسه في نهر العصير يضحك، بينما رغد تأخذ الحلوى على شكل قلب وتقول: يلا ناكل مع بعض. المرحلة الثالثة: جزيرة الألعاب. فتحوا الباب الثالث فوجدوا جزيرة كلها ألعاب، مراجيح ضخمة تطير في السماء، زحاليق تنزل بهم إلى بحيرات صافية، وعجلات دوارة تصعد بهم بين الغيوم. صرخ مازن من الفرح: ده أجمل من أي ملاهي. وركض محمد يلعب في الزحاليق، أما جنى وهنا تسابقنا على لعبة الأحصنة الطائرة. وكانت رغد تضحك من قلبها وهي تركب لعبة تدور وسط النجوم. المرحلة الرابعة: عالم الحيوانات الناطقة. دخلوا العالم الرابع، فرأوا أسودا تتكلم بوداعة، وأرانب ترقص وتغني، وعصافير تعلمهم الحكمة. اقتربت سلحفاة حكيمة وقالت لهم: الصدق والأمانة هما مفتاح السعادة.
جلسوا ليستمعوا للحيوانات، وقال مازن: يا جماعة إحنا بنتعلم حاجات عظيمة هنا. المرحلة الخامسة، قصر النور. وأخيرا وصلوا إلى الباب الأخير، باب ضخم يلمع كالذهب. دخلوا فوجدوا قصرا من النور، النجوم تتدلى من السقف والأرضية تلمع كالزجاج، وفي الوسط عرش يضيء بشدة. سمعوا صوتا جميلا يقول: يا مازن ويا محمد ويا هنا ويا جنى ويا رغد، لقد اجتزتم المراحل الخمس بقلوب نقية، وتذكروا دايما أن الصدق وطاعة الوالدين هي اللي فتحت لكم هذه العوالم. أحاط بهم النور من كل جانب، وفجأة وجدوا أنفسهم على الشاطئ من جديد، سنارات الصيد بجانبهم والبحر هادئ كأن شيء لم يحدث. قالت هنا: هل كانت مغامرة حقيقية؟ ضحكت جنى: حتى لو حلم فهو أجمل حلم. ابتسمت رغد: لكن أنا واثقة إنه كان حقيقة. نظر مازن إلى محمد وقال: أهم حاجة إننا بقينا أصحاب. رد محمد: صح، مغامرتنا انتهت لكن صداقتنا هتفضل للأبد. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتراك، واكتبوا في التعليقات تحبوا القصة الجاية تكون عن إيه.